يقول لك الصوم هبقى علينا هبقى صعب قوي، الصوم مرهق، ما بنعرفش ناكل، وبعدين يقول لك كمان في انقطاع. ايه الغلب ده يعني؟ هو انت لو ما عندكش هدف للصوم ما تصومش، اقعد، لانه ما ينوبك الا وجع معدتك. امال هو الصوم ايه؟ اتاري الصوم عشان حضرتك تنقذ من ابليس اللي بيمزق راسك، اللي بهدل مشاعرك، اللي خلى سلوكك غير نقي، وعشان تبقى في حياة جديدة. الصوم لكي ما تنال حرية. حبيبي، ما كنتش هتخش الصوم لكي ما تنال حرية من الفكر المضطرب ومن السلوك المشوش ومن المشاعر المضطربة، ما تصومش. فيش حد فينا مش عاوز ياخد حرية، فيش حد فينا ما عندوش قيود. ايه القيود اللي عندك؟ عشان كده بنصحك النهارده تكتب ما هي القيود اللي وصلتك لحال انك الان ممزق. ملاحظ ان عندك قيد اسمه قيد الحزن، قيد الخطيه، او قيد شهوه، او قيد خوف، او قيد غضب. انت مصدق ان المسيح يحررك؟ انا الصوم ده بحط امامك، انا مصدق انك تعطيني افكار ايجابيه، أنا مصدق إنك تقدر تبدل مشاعري، تحول اليأس إلى رجاء. الصوم قيامة. ابدأ مارس صلاة وصوم لكي ما تقوم. عشان كده حدد نقاط اللي أنت عاوز تتحرر منها، قول له يا رب أنا مصدق إنك هتفكني. ابدأ صلي بانتظام وصوم وخليك جدع، قول له يا رب ساعدني.